السلام عليكم، ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ انا منى ودي قناه منمن احمد. جايلكم النهارده بفيديو ان شاء الله هيعجبكم وان شاء الله هتستفادوا. لما كنت بتكلم عن مواضيع واطلع اتكلم كده معاكم، في بنات بصراحه طلبت مني ان انا اتكلم عن اكتر من حاجه. بس انا بما اني عارفه ان معظم اللي بيتابعوني مخطوبين وبنانيت يعني، فحبيت ان انا النهارده اتكلم عن اول الخطوبه. يعني هنتكلم كده مواضيع طبعا للنقاش. عايزه اسمع ردودكم وعايزه اعرف رايكم ايه في الموضوع اللي انا هتكلم فيه تحت في التعليقات. يا رب ان شاء الله ان انتوا تستفادوا وان الفيديو يعجبكم. هتكلم النهارده معاكم شويه من القلب يعني كده، وهعمل معاكم سلسله. يعني ده مش هيكون اول فيديو في المواضيع دي، لا باذن الله هحاول ان انا اعمل سلسله وهسميها نصايح وفضفضه بنات. الموضوع هيكون طبعا زي ما قلت لكم للنقاش والافاده للجميع، وكلنا هنفيد بعض. اول حاجه انا هتكلم عليها زي ما قلت لكم هي للمخطوبين، بما اني مخطوبه وعندي صحابي كتير مخطوبين. فهنتكلم شويه في نصايح تخلي بالك منها. انتي خلاص اتخطبتي ولسه عروسه، طبعا اول حاجه هتبقى في دماغك او هتبقى في دماغ كل بنت يعني ان انتي تتعرفي على خطيبك اكتر وتبقي عايزه تعرفي عنه كل حاجه. طبعا الخطوبه بتكون عن حب او رضا على الاقل. مفيش حد يا بنات يرتبط بحد علشان هو بس اسمه اتخطب او عشان تلبس فستان او عشان كل الكلام ده. انا عارفه ان كل بنت طبعا بتحلم ان هي تلبس فستان فرح ويتعمل لها فرح والكلام ده، بس طبعا لازم تختاري شريك حياتك. لازم على الاقل تكوني راضيه عنه وشايفاه يكون انسان صالح وزوج صالح ليكي. طبعا لازم تستخيري ربنا في الموضوع ده وهو ان شاء الله هيدلك على الخير. المهم لازم تكوني عارفة ان هو كمان هيبقى عايز يتعرف عليكي زي ما انتي عايزة تتعرفي عليه، ويبقى عايز يعرف عنك كل حاجة. واول حاجة هتلفت نظره هي شكلك. حاولي ما تبالغيش في شكلك، دي اول حاجة هقولها لك. ان انتي خليكي طبيعية على قد ما تقدري. يعني انتي مثلا لو مش محجبة، حاولي ان انتي شعرك يكون متسرح بطريقة بسيطة وتسريحة حلوة كده. لو انتي محجبة حاولي برضو ان حجابك يكون مظهره كويس وشكله شيك. حتى لو انتي قاعدة في البيت، او طبعا لو انتي خارجة. يعني مش معنى ان انتي قاعدة في البيت ان انتي يبقى الحجاب مش مظبوط او كده، لا حاولي ان انتي تقعدي في البيت اكنك خارجة بالظبط. المكياج يا بنات، المكياج حاولي على قد ما تقدري ان يكون خفيف جدا. لو انت يعني بتحبي الميك اب التقيل وكده، معلش حاولي ان انت في اول الخطوبه بالذات يكون الميك اب خفيف وبسيط. بلاش الميك اب الكامل والكونتور والرموش والحاجات دي يعني. خليكي بسيطة على قد ما تقدري. لو انت عايزة تحطي فونديشن وكده ممكن تختاري حاجة خفيفة وتكون مناسبة لبشرتك، يعني قريبة من درجتك. ممكن كمان تحطي كحل بسيط جوه عينيكي، ده بيدي جمال حلو جدا للعيون. وممكن كمان بلاشر خفيف هيديكي احمرار كده بسيط، يعني هيكون هيديكي يعني شكل حلو يعني. الحاجات الخفيفة هتظهر جمالك اكتر على فكرة. وطبعا الابتسامة خلينا متفقين كده ان هي ما تفارقكيش خالص. وعلى فكرة معظم الشباب والرجالة مش بيحبوا الميك اب الكتير. ولو انتي ما خدتيش بالك من النقطة دي هو هيتكلم معاكي فيها، ممكن ما يتكلمش في الاول بس اكيد هيتكلم فيها وهيقولك لا ما تحطيش، لا ما تعمليش. فانتي حاولي ان انتي تكوني يعني ملاحظة كل الحاجات دي من الاول. طبعا عايزه اكلمكم تاني حاجه عن اللبس. انا هتكلم عن اكتر من حاجه كده بشكل سريع. وباذن الله برضو انتوا لو عايزين نتكلم عن حاجه معينه او عايزين معلومات عن حاجه معينه ممكن تسيبها لي تحت في الكومنتات. اللبس يا بنات اهم حاجة ان هو طبعا يكون ساتر، ما يكونش ملفت، ما تخليهوش ينتقدك حتى لو جوه نفسه. خلي لبسك شيك وفي نفس الوقت يكون واسع. طبعا مش واسع قوي، لا هو نفس ستايل لبسك بس حاولي ان هو ما يكونش ملفت يعني. لان هو برضو لو انتي ما عملتيش كده هو هيطلب منك بعد كده. يعني انتي خليكي زي ما بيقولوا كده اذكى منه. البسي اللي انتي عايزاه بالالوان اللي انتي عايزاها، اللي تكون طبعا هاديه وانتي بتحبيها. وفي نفس الوقت يكون واسع. يعني عرفيه انك بتحبي الذوق والشياكة وفي نفس الوقت بتحبي الاحتشام. في نفس الوقت عايزة يعني ايه اقولك ان هو مش محتاج طبعا، يعني مش شرط ان انت تكوني محجبة. انت ممكن يبقى لبسك برضو شكله حلو حتى لو انت عادي مش محجبة. بس كده يا بنات.
هنروح بقى لمرحلة الكلام. في أول كلامكم طبعا هتكونوا مش واخدين على بعض، وطبعا هتكوني مكسوفة ومحرجة منه، بس حاولي تتكلمي معاه عن حياته، تسأليه أسئلة يعني تكون يومك بيمشي ازاي، الحاجات اللي هي العادية دي. حاجة هتخليكي تعرفيه أكتر، وهتشوفي كمان طريقته وردود فعله. حاولي ان انتي بتكلميه ترفعي وشك وتبصيله، وما تبصيش في الارض. اهم حاجه تشوفي ملامحه وتعبيرات وشه وهو بيتكلم، ده هيخليكي تعرفيه اكتر. بس طبعا تكون بخجل وكسوف وابتسامه زي ما قلتلك، تخليها دايما على وشك. خلي دايما وشك بشوش، يعني على طول مبتسمه. خلي صوتك يكون هادي ومنخفض، ما تتكلميش ابدا بصوت عالي او صوت يكون اعلى من صوته، ده هيديله انطباع انك عصبيه، وممكن يكون هو مش بيحب كده. هو اكيد هيسألك برضو عن حاجات، وهيفتح معاكي كلام علشان يسمع صوتك، وعلشان ياخد فكرة بسيطة عنك، عن تفكيرك وطريقتك واسلوبك. علشان كده خلي بالك انك تكوني على طبيعتك قوي وهادية جدا. خلي اجوبتك واضحة ومختصرة، والصوت طبعا يكون واطي وكله انوثة، اهم حاجة. وبس كده يا بنات، يعني حبيت ان انا اتكلم معاكم في شوية الحاجات دي. هي شوية يعني نصايح بسيطة خالص، يا رب ان انتوا تكونوا استفدتوا منها، وان الفيديو يكون عجبكم. لو عندكم اسئلة او عايزين نتكلم في اي حاجة تاني، يا ريت تقولوا لي تحت في الكومنتات. وعايزة اعرف رأيكم ايه في الفيديو، وان السلسلة دي عجبتكم. لو عجبتكم قولوا لي وانا هكمل في الفيديوهات. لو مش عجبتكم وحسيتوا ان هي يعني مش هتضيف لكم قوي، فخلاص مش هعملها او مش هكمل فيها. انا طبعا بعمل الحاجات دي ليكم. انا بحبكم جدا، ربنا يخليكم ليا. وربنا يوفقكم كلكم، ويتمم لكم على ألف خير، ويرزقكم بالأزواج الصالحين بإذن الله، ويجعلك زوجة صالحة، ويجعله زوج صالح ليكي. أنا بحبكم جدا، ربنا يخليكم ليا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتعملوا اشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وتتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هتلاقوا مواضيع كتير حلوة هتنفعكم. وزي ما قلت لكم، لو عايزين اي حاجة يا ريت تسيبها لي تحت في التعليقات. وهتوحشوني جدا. من هنا للفيديو الجاي اشوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامة يا حبايب قلبي.